الله يسعد أوقاتكم. اليوم عشان إن شاء الله راح يكون العجة عندي اليوم كوسايتين راح نساويهم مبشورين. أنا باشرتهم قبل بوقت وهلأ عم بدي يزيل منهم المواد السائلة. طبعا ضايفت لهم نص معلقة ملح مشان يساعدني على إنه تنزل منهم المواد السائلة. وهلأ بعد ما خلصنا راح نضيف الكوسة بالزبدية. هدول هن المي اللي طلع، بس إسا فيها طبعا هي لازم يضل فيها مشان الطحين، مع بصلة وسط كمان باشرتها. إذا في محضرة طعام فيكن تشتغلوا عليها، مع نص باقة بقدونس وحبتين بيض. طبعا إذا بدكن تكثفوا الكمية فيكن تزيدوا المقادير مثل ما هي، بس زيدوها. مع كاسة شاي طحين بكاسة الشاي مشان ما تطلع معجنة معكن من جوا. مع معلقة طعام بيكنج بودر. البيكنج بودر كتير مهم كمان، بيساعد على نفشة العجة. مع ربع معلقة فلفل أسود، وإذا بتحبوا تضيفوا النص مثل ما بدكن. مع نص معلقة كزبرة، وتقريبا سنتين توم صغار. اللي بحب يزيد التوم على راحتكم كمان. نحنا يعني بنحب إنه تكون طعمتها خفيفة بالثوم. ولا تنسوا رشة الملح. كمان أنا رجعت ضفت لها تقريبا وأنا عم بخلطها، ضفت لها تقريبا نص معلقة ملح صغيرة. هلا لازم نخلطهم منيح لحتى يصيروا معنا بهذا الشكل. ما لازم تكون ماسكة كتير. هلا رح ريحها تقريبا شي دقيقتين لبين ما يدفى معي الزيت. بين الدقيقتين فيكن تخلوها بين ال5 دقايق. هلا الزيت جاهز معي، رح نقلي. طبعا رح يكون القلي المعلقة الطعام. العيار رح يكون نفسه بمعلقة الطعام. شوف شلون راح ننزله هلا بالزيت. بس تنفش معكم، بس تطلع على سطح الزيت معناتها هي العجينة جاهزة وراح تطلع معاكم ظابطة إن شاء الله. وأكيد إذا عجبتكم الطريقة لا تنسوني باللايك والضغط على جرس الاشتراك، وإن شاء الله تكون طريقتي عجبتكم. ما شاء الله على الريحة، ما بعرف شو بدي أوصف لكم إياها. الريحة لذيذة كتير كتير. طبعا نحن لازم نقلبها، لا لازم تحمر بس من جهة واحدة، لازم تحمر من كل الجهات. وما تطولوا عليها كتير، بس تاخد هذا اللون الشقر من الجهتين لازم تشيلوها، لأنه ما لازم تطلع ناشفة كتير. وهيك أكلتنا جاهزة وإن شاء الله صحة وهنا. وطبعا جنبها بندورة ونعنع وخيار. إن شاء الله ألف صحة وهنا.